لا فرنسا تملي علينا في قراراتنا، لا بريطانيا، لا السودان، ولا أي حد يملي علينا في قراراتنا. بعدها تعال أنت تتكلم عن التحرير. حرروا ما حرروا هاي الأشياء. يا أخي إنسان تم استعماره 900 سنة يجينا في 2024 وده يحررنا. احنا في 2025 نسيت نفسي، 2024 احنا صح 2024 ودك تحررنا. شوف رغم انه لو كانت عندك غريزة التحرير ما تم عندك الاستعمار. جاسم نحن لم مطبع ومرتاح اموري طيبة. الهم عندك انت الغير مطبع. كيف حالك؟ ما هو وضعك؟ ما اقتصادك؟ ما هي قوة جواز سفرك؟ وين تروح؟ ما هي وين الدولة؟ وين قوة الدولة؟ القوة الناعمة اللي عندك أين هي؟ أنا يا أخي اللي مطبع. ما عنديش وضعي. أنا اللي مطبع. شوف وضعي. الجزائر قارة لحد الآن عمري. أنت والقارة. المصيبة أن القارة ما سويت شيء. حنا شبرين وسوينا الأشياء اللي ما حلمت تسويها لا أنت ولا فرنسا. فهمت؟ الإنسان اللي عنده غريزة التحرير ما يتم مستعمر 900 سنة من العثماني والإسباني والفرنسي. اللي عنده غريزة التحرير عنده 10 سنوات الأخيرة، لكن السفارة كانت عندنا من زمان. سفارة إسرائيلية. يا ربي السفارة الإماراتية في إسرائيل في فلسطين. يعني هذا من زمان ما عنده علاقة. في إسرائيل. في إسرائيل ليست في فلسطين. أنت خذ المحتوى وخلي عنك الزلات. خذ المحتوى، خذ الفكرة. ما في شيء تمسك فيه هنا. سميها حتى فرنسا. والله يا جاسم والله فلتات اللسان ما بتمنعك أو ما بتعطيك جواب. أنا عطني جواب. لما حنا أنشأنا السفارة في فلسطين زمان أنت أين كنت؟ ما كان في تطبيع وقتها. والله يا جاسم رانا عبالك هو العرب من بكري متشققين يعني هذا هو ومتفرقين. واللايفات هذوما يا جاسم رانا نشاركوا. شوف والله يا جاسم رانا نشاركوا في نشر الفتنة ونشر الكراهية بين المجتمع العربي والمجتمعات العربية. رغم اني انا اتكلم العربية لكن انا رجل بربري يا جاسم. انا رجل بربري. وين الشاوية ولا القبائل؟ لا انا رجل بربري جزائري. لا شاوية لا قبائلي. شو معنى بربري؟ مش بربرية يعني جزائري. معناتها جزائري. بربري جزائري ما فهمت. ممكن تشرح شوي؟ بربري رجل بربري يعني لست من جنس عربي. أتكلم العربية لكن لست من جنس عربي. باللغة العربية. ثواني أنا أعرف البربر هم الأمازيغ صح ولا أنا غلطان؟ صح. كيف بربري وليس قبائلي وليس شاوي وليس أمازيغ؟ شو ما فهمت التركيبة هاي. شو جينات هو السكان الأصليين يعني السكان الأصليين هو ما نقدروا. شوف أنا ما نقدرش. أنا شوف درك الجزائر متكونة من عدة أجناس والأجناس هذوك تزوجوا من بعضهم وتزاوجوا وخلقوا يعني جنس جديد اللي هو الجنس الجزائري فقط. ما عنديش أنا ما نقدرش نقول لك. ثواني يعني تقصد أنت البرابرة مع العرب ولا الجزائريين مع العثمانيين والفرنسيين؟ شو تقصد اللي اختلطوا وتزاوجوا مع بعض؟ كيف البرابرة مع العرب؟ يعني من تزوج من الثاني الأجناس. ما أعرف الأجناس يعني هل العثمانيين والفرنسيين تزوجوا مع الجزائريين وخلق نوع له هني وهني ولا ما فهمت الحين؟ ما فهمت شو قصدك. والله يا جاسم خليني الأثير نجاوبه. خليني نجاوبه معليش. جاوبوا أخي دروك كاش بلد مارج مختلط دروك. أنا أسألك أنت قلت أنا ما أسأل كل البلدان مختلطة. أنا أسألك أنت اللي قلت مختلطين. أنا نشوف في الإمارات نشوف الإماراتيين عدو يتزوجوا. أنا ما قلت لك أبوي من قبيلة فلانية في الإمارات. أنت قلت أنا بربري فسألناك الموضوع يخصك أنت. تكلم يا أخي مالك دخل بالبلدان الثانية. انا قلت لك انا قلت لك تزوجنا واختلطين. احنا بربر صاي خويا ما فيها والو. والله العظيم انك قلت اختلطنا وتزوجنا. انا قلت ما تحلفش. انا قلت خويا يا اثير هذا شامل ترى تغيرت الاصوات. البربري اللي قال بربري وليس قبائلي وليس امازيغي. ما اعرف الجنس هذا اول مره اسمع فيه خويا. لا شوف جاسم إنسان يحمد الله رانا مسلمين. ما المغرب العربي التشرديم والاستعمار اللي تعرض له العادة راه كاين الإسلام دروك الحمد لله. ما رانا كاع نصارى ويهود. وفرنسا خربت وايد أشياء صراحة. فرنسا وهذه هي ولا العدو
فرنسا العدو الابدي. خطاب ماكرون لما قال شو كان يقصد؟ ليش انتم ما تربطوا هالامور في الاعلام؟ لما قال ابنائنا في الجزائر، يعني شو يقصد؟ ابنائنا في الجزائر والله يقصد شوقي بن زهرة، يقصد شوقي بن زهرة وبعض ابناء فرنسا اللي ما زالوا في الجزائر. شوقي بن زهرة موجود في فرنسا وليس في الجزائر. يا ابوه حركي كان هي رجع البلاد الام، بس هو موجود في فرنسا. البلاد الام. وقال ابناؤنا وليس هو قال ابناؤنا، يعني وايد ابناء، يعني ايه هو يحكي على ابنائه. شوقي بن زهرة يا اخي شفتيه يشبه الرجل الفرنسي، يشبه عينيه زرق. لكن شوقي بن زهرة من ابناء فرنسا. اوكي اصلا شوف هذاك النسب بن زهرة يعني بدون اب، بن زهرة يعني حتى الحمد لله احنا عندنا انساب لرجال، ابن فلان بس هو ابن زهرة. لحظة واللي كان مترشح للعهدة مع الجزائر اللي كان اسمه ابن فاطمة شو تسميه؟ يا أخي سعيد قحيبة شو تسميه؟ أبو سلجة شو تسميه؟ أبو كلبة شو تسميه؟ والله أبو ما نعرفهمش هذم ما نعرفهمش أنا، والله ما تعرفهم. أنتم تغلطون على أشخاص، ما تغلطون على أفكار. ما نعرفهم. اسمها الافراد تمثل الدوله يا اخي عندكم. لا ما افراد. انت شوف انا احب اني اخذ الانسان من كلامه. انت الحين لما نتكلم تعمم متفرد على روحك يعني. اتير خليني نتكلم مع الله يحفظك. روح تكلم. ثواني خلينا نشوف انور الحور وعقب نشوف ان شاء الله نشوف نسيناها اخي. تفضل اخوي. السلام عليكم. تفضل اخوي. عليكم السلام. يا اخي انا بسال الجزائريين سؤال بس واتكلم مع واحد منهم بالسؤال. تفضل. ممكن انا اجاوبك، انا جزائري اكثر عنهم. صح. هاك مدخل روحك فينا بزاف. اني شوف تفضل اخي. اسمع انتم تمتلكوا جيش وطائرات وقوه عظمى صح في الجزائر؟ الحمد لله. هذا الشيء اللي خلى المغرب العربي كاع المطبعين يتكلموا عليه. ثواني يا اخي جواب بسيط. وهذا الشيء اللي خلى ثواني اخوي شاني. تكلم اخي انور. ثواني. لماذا لا تذهبوا لتحرير فلسطين؟ انور انا بعطيك اول شيء اللي عندهم. اشوف عندهم القوه ما شاء الله كافيه يا اخي. لا ضرب وهران ولا ضرب الجزائر ويضربون بعض مثل ما سووا في العشريه السوداء، لكن انهم يسووا حركه ثانيه ما اعرف. الجزائري شامل اللي يجاوبك. تفضل شامل. انا كنت معاهم في اللايف وقالوا انت تبغى تورطنا وتبغى أنا نحارب اسرائيل. طيب انتم عندما ما انتم مش قادرين تتكلموا عن اسرائيل لماذا تتكلموا عن الدول الاخرى؟ نتكلم نجاوبك معليش. تفضل. احنا كجزائريين اخي، احنا ما اسرائيل ما تخلعناش. انا الاول ما تخلعنيش. انا الاول كمان نشوف واش تدخل. شو ما تخلعنا؟ شو تخلعنا؟ تخلعكم يعني. خليني لحظه الخلع تعني بعد الخلع. يا اخي واحد يتكلم. ثواني يا اخي. اتي خلي اصبر. شو نجاوب اخوي سامي. تعرف معنى الخلع؟ يعني تكون مزوج وانك تطلق يعني. يا اخي باين سقسيك. انتم وش هي الاكله المفضله عندكم في الاماره؟ حنا الرست الجزائري. لا هضر لي بصح ما نش نزعقوا. باين تكلموا بلا باقه. سكران طايح في الدروج. لا انا نهضروا نيشان باش نجاوب انور. غالي ما علاقه الاكل في الموضوع. البطن وبطني. لا غير جاوبني. رجاء جاوبني. ثواني يا اخي. الرجال طرح سؤال. انت قلت اسرائيل تخلعنا، يعني اسرائيل متزوجتكم تخلعكم. الخلع يعني الطلاق. انا باغي نجاوبك على هذا الكلام اللي تقول له. جاوبني قبل له. وش هي؟ جاوب اخونا انور. قاطعناه كثير. جاوب اخونا انور. تفضل يلا قول. انتم عندكم اللحم ديروا اللحم الخروف مع. احنا نباتيين. احنا شوف انا يمني وهذا اماراتي. انا ضعيف. احنا ما نقدرش نحارب اسرائيل. انتم اقوى مننا. ليش ما تذهبوا لحرب اسرائيل وانتم تمتلكوا جيش عظيم وطائرات والدنيا؟ ليش؟ شوف انا نجاوبك يا انور. باذن الله. شوف باذن الله ان صدقت النبوات احنا اللي رايحين نحروكم انتم ونحروا فلسطين ونحروا الخليج العربي كامل باذن الله. انا نعرف اللي ما عندكمش الجرأة تحروا انفسكم. باذن الله الجزائري راح يحرركم. يا انور كفو. الجزائري راح يحرركم. انتم لا تحررنا فلسطين. اتير صبر خويا.
راكم في بلادكم ومستعمرين يا انور، راكم في بلادكم ومستعمرين، انتم الدول المتطبعه تطبعكم رغما عن انفكم. ثواني ورحمة الله ثواني يا اخوي وبركاته. انور، ثواني يا اخوي عمران، ثواني ارتب لك ثواني. الغالي ثواني يا اخوي، حرر ثواني اللي بدك تحرر ما حرر. اول شيء الانسان يحرر ما تحته. اول شيء ما نقول المصطلح. ثواني يا اخوي، ثواني كتم الماي. كل الناس محترمه وحاطه ميوت، ليش انت اعلان؟ اول شيء الانسان لما بيحرر، انت اللي بدك تحررنا. شوف انا اعطيك معنى الحريه في مثال. انت الحين لفله ويجيب لي واحد من الامارات اللي بدك تحررها انت الحين، واحد من الامارات يشتغل تحت يد مستعمر، مستعمر مهما كان جنسيته، وتعال انا وانت نروح ويا بعض ونحرره. اوكي، وبعدها تعال تكلم. هذا شيء بسيط. احنا سيادنا عدولتنا قراراتنا وحرين في امورنا، لا فرنسا تملي علينا ولا بريطانيا تملي علينا ولا السودان تملي علينا ولا اي دوله. يعني يقطع يا جاسم. اوكي الحين اتكلم من هالفون. علنية. كيف الاتفاقية مش علنية؟ يعني مثل ما عملت الدول جميعها اتفاقية علنية أمام الملأ. هم يمارسون التقية الخبيثة. بمعنى التقية الخبيثة أني أنا أستثمر معاهم وأمشي اقتصاد معاهم وأدعم الدول الداعمة لهم، لكن أنا ما أمد يدي لإسرائيل. سبحان الله. طب ما هو مال الجزائر واقتصاد الجزائر كله بيد الإسرائيلي اللي هو داعم للفرنسي وللبريطاني اللي هو داعم أساسي للجزائر. جاي تستشرف على مين والناس نايمين؟ ثواني اخوي عمران سامحني قاطع، ممكن تطرح سؤال بلساني لو سمحت؟ هذا اللي كان يقول التحرير، تدري انهم كم مليون نسمه في فرنسا ولا ما تدري؟ كيف؟ كم مليون جزائري في فرنسا موجود؟ أنا أقول لك يمكن ما في جزائريين في الجزائر بالأصل. لا أتكلم عن فرنسا. 5 مليون فرنسي. تدري ان فرنسا احتفظت بجماجم شهدائهم في المتحف الفرنسي وهم يمرون عليها يوميا، ولا حد منهم استطاع يحرر ولا جمجمه ويتصور وياها. اساله لماذا لم تحرروهم اولا وبعدها تعالوا حررونا؟ احنا حاضرين، لو بدكم تحررونا تعالوا حرروا جمجمه بس. والله جمجمه بعطيك اللي تبغاه. جاسم صبر شلون ندير لك واحد السيجاره باش نهضر معك غايه. لا قبل السيجاره، رحم الله والدي، قبل السيجاره كان ما تدخلنا في داهيه يا اخي. انا شيكور خويا، باينه باللي ندير سيجاره مالك خويا. شيكور؟ شو اخي الاخ عمران، انت قلت السفير الاسرائيلي ادلى لنا ادلال. ثواني بس قبل هذا اخوي الشيكور، ثواني. انت تدخل لانك شيكور اخي، خليني نكلم. لا قبل شوي، ثواني الغالي، انت تدخل لانك شيكور. خليني اتكلم ولا تخلينيش اتكلم؟ هل دخان مع زطله ولا بدون؟ غاطك بالي قلت لك شيكور. لا والله ما فهمت اساسا شو هي شيكور. ادخل لي انني شيكور. ايام بعد بحث عليها في القاموس تاعكم بالك تلقاها. اوكي تفضل. اخ عمران، احنا اولا اسرائيل كي تدخل المجلس احنا نوضوا ما نعرفوش كاع بها، كاع ما نريحوش معاها. لا انا ما نعطيهاش كاع انتباه. شوف الدبلوماسيه تاعنا كي يدخلوا الصهاينه نوضوا، وزاره الخارجيه تاعنا ينوضوا ما يقعدوش معاهم. اول تقول ما تعطونا انتباه. ما تخلعنيش بهذا اللي جالس انا كاع، ما تخلعنيش بهذا. اخلعك. تكلم. اوكي المهم الحين انتم ما تعطونا انتباه صح؟ مش وكيف وزير الخارجيه السيد عطاف في اجتماع الامه العربيه اخر مره قال يجب ان نفرض حظرا على اسرائيل، وبعد يوم خاف وسحب الاعتراف او سحب التهديد. ما اعطى ما حد. انا بعد ركي الاعتراف حد الان امام العالم. هو ليس اعتراف بس تحذير لاسرائيل. وطلع الاعلام الرسمي وزاره الخارجيه الجزائريه تقول بالاعلام بقناه الشروق والقنوات الثانيه نحن ننفي. ما كاش من هذه يا اخي، ما كاش منها يا ربي. واذا طلعت لك دليل تقول انا حمار؟ جيب لي دليل. شنو الاحمر؟ مش حمار، انا بني ادم، ربي كرمني بعقل اخي. يعني اذا ربك كرمك عقل كيف ما تعرف الاعلام الرسمي عندكم شو يقول؟ وش راه يقول الاعلام تاعنا؟ حدونا انتم ما تعرفوا تزاخر منا. شوف بعطيك معلومه. نحن نسمع من الجزائريين كثير انهم يقفون مع القضايا العربيه وقضايا المسلمين، لكن لم نرى منظمات عالميه تشيد بذلك.
بل نرى الإسرائيلي يتفوه ويتكلم المندوب الإسرائيلي بيقول أنكم لم تقدموا أي شيء، فلماذا لم يتم رد من قبلكم ولا من منظمات عالمية بأنكم قدمتوا أشياء للقضايا العربية والقضايا الأممية بالأخص قضية فلسطين؟ الحمد لله أخي، دولة الإمارات تعترف بهذا الشيء. شامل دخن السيجارة على راحتك، دخن على راحتك، كمل السيجارة. ممكن الحين ممكن يكون عندك خبر، يكون عندك علوم. خلنا أخي راحة البنت نتكلم. خليني افتح المايك عادي. انور تفتح المايك. تفضل كمل شامل. تفضل انت شامل. شوف يا عزيزي، شوف نحن نتكلم بالواقع. اذا اردتوا انتم ان تحرروا فلسطين الاخوه الجزائريين فاذهبوا لتحرير فلسطين. نحن لا نريد نضحي بجيوشنا ونموت، اذهبوا انتم. احنا نريد ان نقدم لكم الادويه والاكل والشرب، سندعمكم بذلك، وانتم اذهبوا وقاتلوا في اسرائيل اذا كنتم